هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا حلوين؟ اليوم الثاني عشر من رمضان يا جماعة والله حاب احكي عن موضوع رمضان. قاعد يمر بسرعة كبيرة، يعني الواحد ما عم يتهنى فيه حتى. ويلا نبدأ. أول شيء إن شاء الله بدي أروح على وول مارت عشان أشتري السيلفي ستيك، وهي عصاية السيلفي هاي، عشان يصير التصوير شوي أبعد بحيث إنه زوايا تزبط وتصير الصورة أوضح وأريح للعين. راح اخذكم معاي ويلا نروح. وصلنا لوول مارت طبعا الحمد لله، وطبعا معنا خوينا ريكاردو. كيفك؟ تمام. كيفك انت؟ والله انا تمام يعني، فعم يتعلم عربي يعني الحمد لله، فعم بعلمه عربي ان شاء الله. هيك شهرين زمان بيتعلم. الحمد لله لقينا $5 only، $5 وراح نجربها طبعا هلا ان شاء الله. بس اشتريها حجربها ان شاء الله تكون منيحه. ترقب. فتش على مكان عشان نصور فيديو مقابلة مع خوينا الفنزويلي، فأنا وياه رايحين نفتش. طبعا هلا راح نعمل انترفيو مع خوينا الفنزويلي، اسمه ريكاردو. ف يلا نبلش. يلا. وطبعا هلا معنا الأخ ريكاردو، فيلا نسأله. أول سؤال، أخونا ريكاردو، أعطينا اسمك الثلاثي لو سمحت. ريكاردو خوسيه فلوريس سيلفيرا. عاش الأسامي والله، اسم حلو. ثاني سؤال، من وين؟ من أي بلد؟ فنزويلا. أوه من فنزويلا، لاتينو. يا اوف كورس. من أمريكا اللاتينية. طبعا هلا السؤال الثالث يعني أوكي طلع فيني يا أخو. وين أكثر البلدان اللي حابب تروحها بالوطن العربي؟ حابب تزورها؟ دبي and السعودية. أوه بيروح دبي والسعودية، أوكي. هلا السؤال الرابع طبعا، وراح نسأله لأخوينا ريكاردو. كم عمرك؟ أنا عمري 17. ما شاء الله عمره 17، عمر كله أكبر مني. اوكي مرة عم بقول اوكي عمره 17 يا جماعة. اوكي. والسؤال الخامس طبعا بيقول اخونا ريكاردو، شو هوايتك المفضلة؟ بحب أسوق بيسكليت. اوه بحب يسوق البسكليت، يا سلام، دراج هو طبعا يعني، فبحب يسوق البسكليتات. يلا اعطونا لايك لعيونه. والله تعبنا مع العلم عربي. وهلا مع السؤال السادس طبعا، والسؤال السادس بيقول شو اكلتك المفضله يا ريكاردو؟ بيتزا. اوه بحب البيتزا والله، صحتين. اوكي وانا بحب البيتزا بصراحه. اوكي اخونا ريكاردو. اوكي ريكاردو، السؤال السادس بيقول لك والسؤال السادس بيقول شو اسوأ صفه فيك؟ اسوأ صفه. بعصب بسرعة. اوه بيعصب بسرعه الاخ، يعني عصبي، لا تلعبوا معاه، خطير. وهلا مع السؤال السابع، والسؤال السابع بيقول ريكاردو، شو فكرتك عن العرب؟ حبابين ومتوارين. صار يحكي عربي ما شاء الله عليه. طبعا قصده حبابين ومتواضعين يعني، ما شاء الله. حبابين. شكرا. موشو جراسيس، طبعا موشو جراسيس يعني شكرا بالاسباني. وهلا مع السؤال الثامن، هو سؤال المليون. من سيربح المليون؟ خلينا نشوف ريكاردو راح يقدر يربح المليون ولا لا. السؤال يا ريكاردو بيقول لك اسم بلد، ماشي، اسم بلد، دولة، إذا قرأته من الطرفين بيعطيك نفس المعنى، يعني بيعطيك يعني تقدر تقرأ من الطرفين. شو هو الاسم يا ريكاردو؟ فكر. تيجي كمان. ليبيا. الله
ما شاء الله عليه ذكي يا اخي. ها شو ذكاء. هاي كانت المقابلة، وطبعا ركض ربح المليون. فإذا حابين تشوفوا مقابلات مع ناس ثانيين خلوني أعرف، بس قولوا لي. كان محدثكم محمود زكي من الأراضي والمرتية المحتلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكون عجبتكم فقرة اللقاء الصحفي. خلاص قررنا ناخذ هاي النوعية، حسيتها أحسن صراحة وراح نجربها، بس هلا واقفين على الدور بالكاشير، ف خلينا نجربها ان شاء الله. متحمس بصراحه، هلا بس نشتريها حركبها على طول ونجربها. هلا تعالوا نشوف كيف هون الكاشير. يعني في منهم مثل الكاشير العادي اللي عندنا اللي بيصير واحد بيساعدك وهيك، وهلا في كاشير انت لحالك تعمل، يعني حاسب حالك. قرب شوي، تعالي كاميرا، قربي يا كاميرا. شوف بس لازم تحطوا الباركود على هذا وخلاص بتلاقي جمعيه. تاخذ كيس، تاخذ الكيس، بعدين تجي بتحاسب. هذا $5. Oh no, change. 23 cents. عم نشحن منه طبعا. I'm taking money. Hello, I forgot that. ما بده يعطيني ماني. شو؟ فنزويلا. No one give us money, ها؟ يا هلا والله. شوفوا كيف صار التصوير. يا سلام علينا. هاي طلعنا من وول مارت. طبعا قولوا لي اذا ان شاء الله هيك التصوير صار احسن ولا لا، بس انا احس يعني انه الحمد لله صار احسن، وان شاء الله الصوت يكون منيح. خلينا نعمل 360 لفه كامله. والله دخ يا ربي. لا اله الا انت سبحانك اني كنا الظالمين. حبيت اقعد بصراحه عشان والله فطست يعني الصيام، وما ضل غير شي نص ساعه على الافطار، وهون بيأذن الساعه 8 و16 دقيقه، فحبيت اريح شوي. يا شوفوا هذا خوينا ريكاردو. والله مبسوط على التصوير، الحمد لله الحمد لله. يعني وان شاء الله نصير نصور اشياء اكثر واحلى. There's solutions for everything. Make like this. اكتب اسمعوا يا جماعة الخير، أذن وأنا لسه برا. بصراحة كان عم يأذن بالموبايل، بس لما فتحت الكاميرا شكله بطل يأذن. ما العمل لا أدري، ولكن خربنا الحمد لله. يعني شغلة 5 دقايق بصير بالبيت، الله بيقدرنا الحمد لله. نقول مع السلامة لريكاردو. باي باي. باي باي. يلا say bye to the camera. باي. بحبكم. يلا روح، يلا سوبر. مع السلامة. يلا في امان الله. وهذا احنا كمان يلا على البيت. كله على بيته، على بيتكم. يلا عدنا المغرب. ووصلنا المجمع السكني الحمد لله، بس عندنا نستنى السيارة تفتح لنا الباب. الله يستر. الله. وبس ينفتح الباب شو بتسوي؟ تتسلل بين السيارات. يا رب. يلا ها، لا تسكر علينا يا معود. وهلا جايب لكم 5 معلومات عامة وان شاء الله تعجبكم. وهلا مع المعلومة الأولى. تبلغ سرعة العطسة 160 كيلومتر في الساعة. يعني تخيلوا السرعة، تخيلوا هيك يعملوا بطولة ويجيبوا ناس بعدين يحطوا لهم صحن فيه فلفل وتشم عشان تعطس. آسف بعدين يقيسوا سرعة العطسات ويشوفوا مين الأسرع، يعملوا بطولة أسرع عطسة. بس بصراحة هون في سؤال غريب يعني بصراحة، كيف البنات بيقدروا يكتموا العطسة؟ سؤال قوي يعني، بتمنى تكتبوا لي كيف تكتموا العطسة، لأنه بصراحة 160 كيلومتر هي سرعة سيارة. يعني عشان هيك بقول لك لازم ما تكتم العطسة، عشان الأوردة بالجسم ممكن تنفجر لا سمح الله. فلا تكتموا العطسة واعطسوا على كيفكم وفجروا العطسات.
الحمد لله. وهلا مع المعلومة الثانية، الفراشة تتذوق الطعام من أقدامها. هاي عاد أظن يعني ما لها تعليق غير سبحان الله. وهلا مع المعلومة الثالثة، بيقول لك حيوان الكوالا يستيقظ فقط 4 ساعات في اليوم. فتخيلوا معي يعني هذا الحيوان هذا راح احط صورته هلا. تخيلوا يا جماعة هذا الحيوان يصوم. اظن الصيام مش حينحسب لانه شو هذا. مقضيها نوم 20 ساعة يوميا و4 ساعات بس مصحصح بس عشان ياكل، بفي عشان ياكل ويرجع ينام. وهلا راح اعطيكم بعض المعلومات السريعة عن حيوان الكوالا. حيوان الكوالا طبعا هذا حيوان مهدد بالانقراض. ثاني شيء بس بيعيش في شرق استراليا. المعلومة الثالثة عنه انه الام تولد اولادها بس ما بيكونوا كاملين النمو، فبتحطهم جرابها بجيبها هيك من جسمها سبحان الله 6 اشهر عشان يستكمل النمو، يعني مثل الكنغر على ما اظن. هاي كانت هيك نبذة سريعة بس هيك معلومات خفيفة عن حيوان الكوالا بس. وهلا مع المعلومة الرابعة، بيقول لك الهواء البارد اثقل من الهواء الساخن. طبعا عشان هيك بيقول لك لا سمح الله لو في شو اسمه حريق او يعني حريق طبعا، فبيقول لك دايما انزل لتحت واسحب زحف عشان الدخان والهواء الساخن بيطلع لفوق، بيضل الهواء البارد هو الهواء اللي بنقدر نحن نتنفسه. فعشان هيك بقول لك اسحب زحف، ما يعني انزل على ركبك. وهذا كمان بيفسر ليش بيحطوا المكيفات فوق والمدفايات تحت، عشان المكيفات طبعا بتعطينا الهواء البارد فبينزل لتحت، والهواء الساخن بيطلع لفوق. فالفرصة يعني الاشي الوحيد اللي ممكن نسويه انه نحطه تحت عشان نستفيد من الهواء الساخن. وهلا مع المعلومة الخامسة، والمعلومة الخامسة بتقول لك إذا نحلة عملت إناء من عسل من الحجم المتوسط مش الكبير المتوسط، بقول لك هاي النحلة حتكون زهرت تقريبا بما يعادل 5 ملايين زهرة. فلك أن تتخيل يعني سبحان الله. عشان هيك كثرة العدد بتحل مشاكل. وهيك بنكون خلصنا ال5 معلومات العامة لليوم. شكرا لاستماعكم، بتمنى تكون عجبتكم. باقي دقيقة واحدة على الإمساك والأذان الإمساك، فيا بتلحق يا ما بتلحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله يا ربي لحقنا الصبر، أنجزنا المهمة الحمد لله. وهيك بنكون وصلنا لنهاية اليوم. شكرا، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. وإذا عجبكم الفيديو واستمتعتوا فيه لا تنسونا من اللايك والكومنت والسبسكرايب، ومع السلامة.